عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. النهارده بقى هنكمل باقي الفيديو بتاعنا اللي هو كان من نص كيلو لحمه مفرومه وعليها كمان دوش. هنكمل بقى الوصفه التانية باذن الله. بس قبل ما ابدا بقى كده عايزه ارحب بكل حبايبي اللي شرفوني ونوروني في القناه. اهلا وسهلا بيكم ونورتوا عيلتنا الجميله. يلا بقى، لو لسه مش اشتركتش اشتركي وفعلي الجرس ايه اوعي تنسي تعملي لايك. هنا بقى معايا بقت نص كيلو اللحمه المفرومه والشين. اللي ما شافش الفيديو بتاع السجق يروح يشوفه، تحفه بجد. وعليه دوش مفروم برضو، والشين عليه بصلايه مفرومه ناعم جدا، عليها فصين توم مفرومين، معلقه كبيره من الزبادي، معلقه كبيره من البقسماط الناعم، ملح وفلفل وبابريكا وسبع بهارات، وكمان رشه من القرفه. وهندعك كل الكلام الجميل ده بجد تحفه. هنعمل رول عسل كده. هنعمل طبعا الشاورما التركي او الدونر الدونر التركي. وبصوا هنعمل احلى النهارده غدا تحفة بجد والله العظيم منها. وكمان هعمل معاكم الخيار المخلل السريع. وبصوا بقى ان شاء الله الفيديو كده يعجبكم. الكمية جميلة. ده كان نص كيلو لحمة، حطيت عليه ب25 جنيه دوش انا عند الجزار كده، فرمهم لي وشين، قسمتهم نصين. نص عملت بالسجق اللي ما شافش السجق يخش يشوفه، والنص التاني هو دوت اللي هنعمل بيه الكباب التركي او الدونار التركي. تمام كده. هنا بقى بعد ما دعكته دعكه حلوه جدا، لو عندك كبه تستحمل ايه لفيه لفه حلوه كده في الكبه. بس والله انت لو بشرتي البصلايه ناعم في المبشره هتطلع معاكي ناعمه وجميله. هنا بقى هلفه كده في الاسترتش، لفيه لفه حلوه. بسم الله ما شاء الله الكميه جميله. حتى وانا ببرمه كده لقيته طول، فروحت لفه الاسترتش كده بالطول، وقلت بقى ايه الفه. بجد عايزه اشكركم كلكم، كل اخواتي وحبايبي اللي في القناه، وكل حد جميل دخل القناه جديد. اهلا وسهلا بيكم بجد، وربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري. وكل كلمه حلوه بتقولها لي، كل دعوه حلوه بتقولها لي لكم بالمثل. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا. يلا بقى، لو لسه مشتركتيش اشتركي بسرعه ونورينا وكبري عيلتنا كده وتبقي واحدة كده من اخواتي، واكتبي لي كده في التعليق ان انت حد جديد عندنا في القناة علشان ارحب بيكي. انا لفيته حلو جدا جدا كده. وبعدين هلفه يعني قولي معايا هعمل ايه. هربطه من ناحيتين، وكمان هحطه كده في الفويل، وبعدين هدخله بقى على فليزر. اضغطي بقى عليه بس جامد كده زي البونبوني كده او الاسطوانه، ودخليه الفليزر كده. مثلا اعمليه قبلها بيوم او اعمليه الصبح اول ما تصحي، وسيبيه لحد الغدا لحد ما يتماسك جدا. تمام. انا دخلته بقى كده الفريزر. تعالوا نعمل احلى خيار سريع بجد، مش هتاكلي احلى منه. هنا معايا نص كيلو من الخيار غسلته كويس، ومعايا قرن فلفل كده ما ضربته كده في الهون، نعمته، وفصين توم. وبعدين حط على البوتاجاز ميه تغلي. قطعيه بقى صوابع، قطعيه كده حلق زي ما انا بقطعه كده. لان انا كنت هشتري بقى ايه، قلت لقيت بتاع المخلل في السوق، قلت اما اشتري. قلت لا، طب وعلى ايه هشتري؟ طب ما انا اعمله في البيت احسن وانضف. وكمان انا بعمله على طول، بس الصراحه كنت صايمه في اليوم دوت، فكنت عايزه يعني ايه اعمل حاجه سريعه على طول. وفي الاخر قلت لا، هاتي بقى يا بنتي اميره نص كيلو خيار. كنت جايباه ب6 جنيه ونص النص كيلو، ورحتي قلت اخليله احسن. المهم هنا كنت حاطه 4 كوبايات من الميه. اول ما غليت نزلت عليهم ب4 معالق مش مليانين ملح، ومعلقه كبيره من السكر، وحطيت كمان معلقه كبيره من الخل. تمام كده. ودوت بجد الخيار ده جربيه، مش هياخد منك ساعتين زمن. اول ما تصحي كده خليه، وعلى على الغدا ان شاء الله هتاكلي احلى خيار، وهتشوفي شكله معايا بجد يفتح النفس. احنا اصلا من عشاق الخيار المخلل، يعني انا عند زوجي ما بيحبش الا هو. حطيته كده في علبه، وحطيت عليه الفلفل والثوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا عليه. وبعدين حطيت الميه المغليه. الميه بقى كنت حاطه، عايزه احط كركم، ما لقيتش كركم، حطيت آه اسمها ايه، بودره الزعفران. تمام كده. خلاص كده، ورحت غطيته وهدخله التلاجة لحد ميعاد الغدا. ماشي كده. نيجي بقى هنا نقول بسم الله، وطلعنا كده بقى الرول بتاعنا الجميل دوت. وبعدين نقطعه كده ونشوفه، ونروح نسويه ونشوف شكله الجميل بقى عامل ازاي.
انا بقى النهارده نزلت السوق، قلت بقى ادلعهم كده واجيب لهم العيش اللي هو البكاكين دوت، اللي هو العيش اللي عامل زي العيش الشامي بتاع شفته بتاع الفول والطعميه كده، بس اللي هو تخين شويه وصغنن كده، تحفه. بس الراجل قال لي الصراحه لسه ما سويتهوش، فطبعا كنت صايمه زي ما بقول لكم، فرحت طالعه. هنا بقى مسكت اقطعه بقى شرايح كده رفيعه. طبعا دوت انا عاملاه بقاله بتاع كام يوم، كنت حاطاه الصراحه في الفريزر، فلما جيت اطلعه حطيته شويه في الرف فلقيته فك سيكه، فرجعت حطيته في الفريزر دلوقتي معاكم، ورجعت ايه اقطعه تاني. حاولي تقطعيه رفيع على قد ما تقدري، تمام. هيرمي معاكي كميه حلوه، حابه تزودي بقى تعملي كميه اكبر، تمام اعملي. حابه تعملي زي ما انا عملت كده ونوفر كده ونقتصد ونعمل احلى اكل من نص كيلو لحمه مفرومه، تمام وزي الفل بجد. احنا 4 افراد كبار شباب، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يبارك في اولادكم يا رب. وكلنا وشبعنا وزي الفل. بصوا بقى الطبق، بسم الله ما شاء الله. حمرت كمان بطاطس كنت مولعه عليها، هنا حطيت معلقه زيت، وبعدين نزلت كده بالجمال بتاعنا دوت، وهبدأ كده اسويه. طبعا عشان هو رقيق مش تخين قوي، هيستوي بسرعة معاكي وهيبقى زي الفل. بجد كانت ريحته تحفة، وكانت قلبة البيت، تحسي كده ان هو في ايه، في ليا ضاني، تحسي مش عارفة، بجد كانت ريحته حلوة قوي. جربي وما شاء الله، ولا فك مني ولا فرفت ولا اي حاجة. المهم حاجة سيبيه ياخد لون من تحت، وبعدين حوليه الناحية التانية يعني اقلبيه الناحية التانية. يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا عليه. ربنا يا رب يرزقنا شفاعته يا رب، اللهم آمين. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى تحفة بجد ما شاء الله. هيستوي بعدين. اكمل لكم بقى. جيت اجيب العيش ما لقيتش عيش، جبت ايه، جبت عيش سوري. وهنا بس انا خلصت كده وسويت كل الكميه. جبت عيش سوري وجبت كابوتشايه وجبت مايونيز وحمرت بطاطس. وبصوا بقى، وهعمل لهم كده احلى سندوتشات. وانا خلاص بقى كنت صايمه، المغرب هتدن، وكنت مستعجله وعملت كوارث. كنت احرق البطاطس والكريب لسعته شويه، هتشوفوه دلوقتي معايا. وكله بقى كان قاعد جعان، والمغرب اذنت وانا كنت لسه بلف في السندوتشات. بس الصراحه للامانه يعني، حاولي تعملي، لو عملتيه اعمليه في سندوتشات احلى، بجد هيبقى احلى وهيبقى مليان كده وجميل. ليه بقى؟ العيش السوري كبير بسم الله ما شاء الله، فبحس ان هو بياخد حشوة كتيرة. لكن الكمية ديت لو عملتيها في سندوتشات كايزر مثلا، او البكاكين دوت، او فينو عادي، بجد هيبقى تحفة وهيرمي معاكي كمية حلوة اوي. هنا بقى حطيت المايونيز على خس، على كمان الشاورما بتاعتنا الجميلة ديت مع البطاطس. وهبدأ بقى الف كده كل الكلام دوت وخلاص. دول انا كنت جايبه بالعدد، جايبه 8 ترغيفه من العيش السوري. شايفين بقى الجمال، شايفين الحلاوه، يا لهوي على الجمال، شايفين منظر الخيار، ايه الجمال والحلاوه دي، بجد والله ما شاء الله يفتح النفس، ومنظره تحفه. هيقعد معاكي بقى 3 4 ايام. انتي بقى تقدري كده تعملي كيلو، تعملي نص كيلو، يخلص اعملي غيره بجد، عشان ولا يعمل ريم منك. بسم الله ما شاء الله الطريقه دي، ولا بيعمل ريم ولا اي حاجه. جميل جدا، بيقعد معايا لاخر واحده ما شاء الله، مقرمش وحلو. جربيه ان شاء الله هيعجبك. بس كده، وبدات بقى الفه. فقلت لك بقى ايه، العيش السوري بسم الله ما شاء الله كبير، فبياخد كميه حشوه كبيره. هنا بقى ما شاء الله الخيارايه قطعت العيش تمام كده. المهم هاتي بقى ايه، فجبت 8 بعدد كل واحد رغيفين، لان هما بالنسبه لهم العيش السوري ده تقيل وبيلكمهم، يعني بيشبع بسرعه، فاهمين قصدي. بس كده. واعملي بقى السندوتشات براحتك. انا ما حطيتش مايونيز تاني علشان مش كله هنا عندي في البيت بياكل مايونيز. حبيت بس اوريكم اول بس رغيف كده، وبعدين عملت الباقي عادي. واللي عايز بقى يغمس بالمايونيز بيغمس عادي. عندك كاتشب حطي، عندك باربيكيو هيبقى تحفه، حطي اي صوصات عندك حطيها. عايزه تحطي، يبقى عندك جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، مفيش مشكله. جبت هنا بقى الصينيه بتاعتي، وبدات بقى كده احط بقى ايه القفله الاخيره دي من تحت عشان تقفل معاكي وما يفكش منك، تمام. والرغيف ده يعني هو بص، عايز يتقطع انا عايز يتقطع، مفيش مشكله خالص. بس. والمهم بقى هنا رحت لسعته، لاني كنت حطاهم على اعلى عين ومعليه عشان اخلص. عقبال ما بقى كنت بلف باقي الباقي راحوا اتلسعوا مني كده، فطبعا اتعلمت ورحت موطيه النار. فخلي بالك ما
ما تعليش البوتاجاز. ومش عارفة ليه الصينية اتحرقت. يلا بقى مش مشكلة. المهم إن بقى انا هنا خلصت، ما شاء الله عملت التمن ترغفة ما شاء الله. وهنا بقى الحشوة عمالة تقع عادي عادي. بس الصراحة كانت الرغيفة جميلة وطعمها جميل وريحتها حلوة قوي، والخيار مش عايز يقعد. وخلاص كده خلصت بقى ايه الكمية، وقلت لهم خلاص والله يلا هناكل. فحبيت بس اوريكم بقى الجمال والحلاوة. جربي بجد هيعجبك جدا. اكلتين من نص كيلو لحمة مفرومة هياكلوا اسره بسم الله ما شاء الله. هنا بقى عملت بقيه الرغيفه زي ما قلت لك 8، وما رضيتش بقى اقطعهم سبتهم لهم كده هم ياكلوهم زي ما هم عايزين. وبألف هنا وشفا، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. ويلا حطي اللايك بسرعه. جربي بقى وادعيلي ودعوه حلوه كده انا وولادي ولكم بالمثل. وان شاء الله هتجربي وهتدعيلي والاكل هيعجبك. واقول لك مع الف سلامه، اشوفكم ان شاء الله على خير. باي باي.